صنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحدث منذ بداية المباراة إلى ما بعد نهايتها، فشوهد في الأسواق ثم في الملعب وعلى المدرجات وفي غرفة تبديل الملابس ومع الفريق الفرنسي وأيضا مع الفريق المغربي، بينما غاب عن الحدث ملك المغرب وأيضا ولي عهده. عندما أطلق حكم المباراة المكسيكي صافرة نهاية المباراة وأعلن عن فوز الفريق الفرنسي، كانت ردة فعل ماكرون هكذا من مدرج VIP رافعا يديه إلى السماء صارخا صرخة السعادة على الطريقة الفرنسية. هي لقطة قد تكون عفوية لأي مشجع، لكنها بالنسبة للرئيس الفرنسي عفوية وأيضا محسوبة شوية. هذه نفس اللقطة التي قام بها في نصف نهائي كأس العالم ضد بلجيكا في سان بيترسبرغ في عام 2018. ماكرون ظهر أيضا في سوق واقف وسط العاصمة القطرية الدوحة، مشى وسط الجموع متبادلا التحايا مع المواطنين الذين رحبوا به. كان ذلك قبل توجهه إلى ملعب البيت لمشاهدة المباراة. وكالة الأنباء القطرية قالت إنه التقى مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني. بالنسبة للجانب المغربي فلم يحضر العاهل المغربي محمد السادس ولا ولي العهد، كما غاب أيضا وزير الخارجية، بينما قالت وكالة أنباء المغرب العربي أن الملك قد أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس ماكرون وهنأه على الفوز. أما رئيس الحكومة المغربية فوصل واشنطن، ومن هناك شاهد المباراة برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن طبعا على هامش مؤتمر حول إفريقيا. جاء في تغريدة لبايدن بعد نهاية المباراة يقول الرئيس الأمريكي: كان شرفا عظيما أن أشاهد مباراة كأس العالم اليوم مع رئيس الوزراء المغربي أخنوش، بغض النظر عن أي من الفريقين تشجع، فقد كان من الرائع أن ترى ما تمكن هذا الفريق من تحقيقه، ويرفق هذه الصورة له وهو يتابع هذه المباراة مع رئيس الوزراء المغربي. ماكرون أيضا مشاهدينا الرئيس الفرنسي فقد شوهد أيضا وهو يلتقي مع لاعبين مغاربة، لا سيما النجم المغربي أشرف حكيمي، ويقف إلى جانبهما كيليان امبابي مهاجم الديوك. وهذا جرى في رواق الملعب المؤدي إلى غرف التبديل أثناء توجهه إلى لاعبي الفريق الفرنسي في غرفة التبديل يحتفل معهم بالفوز. بالنسبة لماكرون الفوز يعني الكثير بالنسبة له ولرصيده في الفترة الرئاسية الثانية، فقد تكلم عن تجربة الفريق الفرنسي دون إغفال الإشادة بما قدمه الفريق المغربي. أنا فخور بالفريق، والآن لنا موعد ليوم الأحد وسنكون كلنا خلفهم، وأعتقد أنهم كانوا على مستوى الحدث. كما أحيي المنتخب المغربي الذي حقيقة لعب مباراة رائعة وبطولة جيدة في كأس العالم، لكن المنتخب الفرنسي كان هنا قويا جدا بتجربته وأيضا واقعيته، وهذا شيء جيد. إذن كلنا فخورين وسعداء وسنكون معهم يوم الأحد من أجل الفوز. كيف جاءت تعليقات المغردين بعد خسارة المغرب؟ انسى، يذكرنا بظلم الحكام في المباراة، ويقول انه واضح وهذا كله بسبب تقصير ملك المغرب، لو كان موجودا لما تراخوا لعدم ازعاج ماكرون. منتخب المغرب كان يتيما سياسيا، لا الملك موجود ولا من ينوب عنه. اما هنا بريديتور يقول: حتى وسائل الإعلام العربية المنافقة بحسب رأيه تكيل بمكيالين، تجاهلت غياب الملك محمد السادس ملك المغرب وكأن الأمر عادي. في المقابل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حضر الملعب لمؤازرة منتخبه الفرنسي. هنا فيتور مصطفى: كل شيء كان معدا سلفا، المغاربة يظنون أنهم خسروا المباراة بشرف، أمير قطر حضر كل مباريات المنتخب المغربي وغاب عن مباراة فرنسا. حسان الشواني يبدو أنه يجيب على
من قبله من المغردين يقول أمير قطر هو ممثل لدولة قطر، وحضور ماكرون يمثل دولة فرنسا. تخيل أن أمير قطر حضر ويحمل العلم المغربي ويقابله رئيس فرنسا. بروتوكوليا غير ممكن مقابل ماكرون يجب أن يكون ممثل رسمي للمغرب، ولي العهد أو الملك مثلا. البروتوكول لا يسمح بحضور أمير دولة.